النهارده هنبدأ نشرح ازاي نعمل موبايل 3 دي جوه الافتر افكت، وازاي نبدأ نحرك الموبايل ده بشكل بسيط واحترافي جدا. اول حاجه يا صديقي هنبدا نعمل نيو كومبوزيشن، وهنبدا نسمي ده فون بالشكل ده. بعد كده يا صديقي طبعا المقاس 1920 في 1080 و24 فريم، وخلينا نخليها 20 ثانيه. تمام جدا. بعد كده هنعمل اوكي يا صديقي. بعد كده هنبدا نعمل امبورت للملف الالستريتور اللي هو الخاص بالتليفون، اللي انا فصلته قبل على الالستريتور قبل ما ندخله هنا، بيبقى بالشكل اللي قدامكم ده. معانا ملف الالستريتور عادي جدا. بعد كده يا صديقي بنبدا نعمل كومبوزيشن، نختار كومبوزيشن لاير سايز بالشكل ده. وبعد كده يا صديقي ببدا اعمل امبورت. بعد كده يا صديقي بينزل معانا ملفين، الملف الاولاني فيه ملفات الالستريتور، والملف الثاني فيه كومبوزيشن جواه اللايرات بتاعه الموبايل. فببدا انزل الكومبوزيشن ده تحت عندي. بعد كده يا صديقي ببدا ان انا افتح كده كومبوزيشن، هلاقي معايا اتنين لاير اللي هي الباك جراوند بتاعه الموبايل، اللي هي الموبايل نفسه، واللاير تانية اللي هي شاشه الموبايل. فببدا يا صديقي ان انا هختار اول حاجه الباك جراوند بتاعه الموبايل اللي هي الخلفيه اللي هي دي. وخلينا بس نصغر التايم لاين كده شويه، بضغط ان طبعا، يعني باجي هنا وبضغط على حرف الان عشان اقفل الكومبوزيشن معايا بالشكل ده. فهبدا ان انا هبدا اجيب السكريبت اللي انا بشتغل بيه، اللي هو موجود معانا تحت هنا، ده اسمه 3 دي اكسترود. السكريبت ده هو يعتبر افضل سكريبت تقدر تعمل بيه حاجات 3 دي في الافتر افكت بشكل احترافي وبسيط جدا. فخلاص انا اخترت اللاير اللي انا عايزها تبقى 3 دي، اللي هي الباك جراوند بتاعت الموبايل. بتبدا بقى تحدد انت عايز سمك الموبايل يبقى قد ايه. فانا مثلا بشوف ان 10 كفايه. وبعد كده ابدا اعمل اكسترود. طبعا هو هيفضل يحمل شويه وهيعمل لك نال اوبجكت هنا عشان يمسك بقى الموبايل من النص والكلام ده. فيا صديقي هتبدا تلف الموبايل معاك كده، هيبقى بص بدا يعمل معاك 3 دي. طبعا اللاير اللي قدامنا خلينا نختار دلوقتي، بدا يعمل معاك 3 دي هنا اهو. تمام، شكله جامد جدا اهو، شكله جميل جدا. بعد كده يا صديقي هبدا بقى ان انا خلاص كده عملت الموبايل 3 دي. هبدا ان انا اربط اللاير بتاع اللي هي اللي فوق اللي هي اللي فوق دي، هبدا اعملها 3 دي برضو، وهبدا اربطها بالنال اوبجكت، بحيث ان انا لو لفيت كده، لو لفيت النال اوبجكت بالشكل ده، هي تلف معانا، تبقى معانا بالشكل ده كده. بعد كده يا صديقي هخش جوه الكومبوزيشن ده، وهاجي على اخر لاير في الملف بتاعنا ده، وهبدا اغير لونها، اخلي لونها مختلف عشان يدينا واقعيه اكتر. فهبدا اجيب الافكت اللي اسمه هبدا اجيب افكت اسمه فيل. تمام بالشكل ده. وبعد كده اخلي اللون نفس اللون ده ولكن فاتح شويه بالشكل ده. مثلا هطلع بقى ابدا اشوف اللي انا عملته، همسك النابل اوبجكت كده والف، فهتشوف معاك. بص هو عمل معاك شكل 3 دي كده شويه، فخلى الشكل واقعي اكتر وشكله افضل شويه. وكمان لو حابب ان انت تخش جوه الكومبوزيشن ده وترسم بقى هنا كاميرا ومش عارف ايه وحر عشان الموضوع واقعي اكتر، عادي جدا، مش هيبقى فيها اي مشكله. ولكن انا عشان احنا بس بنوضح الفكره بتتعمل ازاي كده، يعتبر احنا عملنا الموبايل 3 دي. تمام، لو انا طلعت بره كده مش هيبقى عندي اي حاجه. ليه؟ لان احنا في الكومبوزيشن اللي بره، فالحركه بتتم من خلال النال اوبجكت كده. يبقى احنا دلوقتي النال اوبجكت دي هي اللي متحكمه في كل حاجه دلوقتي. زي ما انت شايف اهو الموبايل بيتحرك معانا بشكل سلس جدا. طيب عايزين بقى نحرك الموبايل ده حركه حلوه كده وتكون الدنيا فيه سلسه وكويسه. اول حاجه يا صديقي خلينا نعمل بوزيشن ان هو يطلع يبقى مثلا في 12 فريم كده، تطبيق بسيط كده. ونبدا ننزل دي. طبعا لا، انا عايز امسك النال اوبجكت. ثواني يا صديقي، خلينا ننزلها كده احسن. ايوه بالظبط كده، يعني الارقام افضل، لان انا لو سحبتها هيسحب لير. فعشان انا اعمل حركه معايا في اللير بتاعتي، فببدا ان انا اعمل بوزيشن. هعمل بوزيشن وبعد 12 فريم كده. تمام، لان احنا عندنا الثانيه دلوقتي 24 فريم، فاحنا عايزين نصها 12 فريم. بعد كده ابدا اعمل كمان افكت بتاع كمان كي فريم. بعد كده يا صديقي هبدا اسحب، اغير الرقم ده واسحبه لتحت كده بالشكل ده، فيبقى معانا الحركه مثلا شكلها عامل كده. عايزين بقى وهو بيطلع كده يكون بيتحرك بشكل معين. فهبدا ان انا اجيب الروتيشن شيفت ار. بعد كده طبعا اشوف مثلا انا عايز احركه كده، لا عايز احركه على الواي، المحور بتاع الواي. فانا هبدا اعمل برضو كي فريم، وهنا كي فريم، وعايزه يلف لفه خلال ما هو طالع. تمام، فخلينا نشوف كده. بس دي سريعه قوي، خلينا مثلا ايه، يعني نزود دلوقتي مثلا شويه. خلينا ناخد الكي فريم دول كده لحد هنا. تمام، تعال نشوف. شكله جامد جدا، وخلينا نصغر حجمه شويه. تمام، عشان ايه؟ عشان يبقى واضح معانا اكتر، وننزله لتحت شويه كده. تمام بالظبط. تعال نشوف. شكله جامد جدا يا صديقي. طيب بعد ما عملنا الحركه دي، عايزينه مثلا بعد شويه كده يثبت، يعني مثلا لحد ثانيه اتنين كده. وبعد كده يبدأ يتحرك تاني بشكل حركة كده ايه، اللي هو يعني مثلا ياخد كده شوية
وبعدين نيجي عند ثانية 3 ويرجع بالسالب، يبقى مثلا صفر، العكس كده. فانا نشوف الحركة. ايوه، لذيذ جدا. بس هنخليها هنا دي صفر، ماشي. بس يا صديقي كده، بس الموضوع يعني الحركة كده شكلها بسيط جدا وسلس. تمام يا صديقي، فالحركة معانا شكلها عامل كده. الحركة شكلها سلس جدا وبسيط واحترافية جدا جدا جدا. بس ممكن بقى يا صديقي تعمل بقى ايه شوية حركات كده في اللي هي المحاور التانية دي. برضو الموضوع بسيط زي ما انت شايف، يا دوبك بتعمل كي فريم بسيطة خالص، تبدأ الحركة بتظهر معاك بشكل لذيذ خالص. ممكن بقى تعمل في الآخر ايزي ايز عشان الحركة تبقى شكلها لذيذ أكتر. بس كده يا صديقي، كان التطبيق بتاعنا النهاردة بسيط وسلس. طيب في نقطة أنا حابب أتكلم عنها قبل ما نقفل الفيديو، وهي لو أنا حابب إن أنا أعرض حاجة جوه الشاشة بتاعت الموبايل ده. خلينا نجيب مثلا اي فيديو، خلينا نجيب اي فيديو من بره كده. يعني مثلا خلينا نجيب اي فيديو زي مثلا الفيديو ده، فيديو موشن اهو. خلينا نصغره كده شويه. هنبدا عشان احطه جوه اللاير، هبدا ان انا اخليه حجمه بتقريبا نفس حجم الشاشه. خلينا نعمل له الاين في النص بالشكل ده، وابدا ان انا اكبره سنه عشان يبقى مالي الشاشه تحت وفوق. بعد كده يا صديقي تبدا تعمله 3 دي. بعد كده تبدا تعمل الفا مات، تمام، بالشكل ده لللاير اللي هي فوق. فبقى معانا الموبايل بالشكل ده. تعال بقى نشوف الحركه. عندك حق طيب هو ما اتحركش معانا ليه؟ ما اتحركش وما ظبطش الحركه بتاعته معانا زي ما كنا متوقعين. ثواني استنى هقول لك. نشوف بس كده في ايه اخطاء في حاجه. احنا عملنا 3 دي وعملنا ده، ان ما ربطناهوش بالنال اوبجكت بتاعت الحركه. تمام، يبقى احنا كده غلطنا في حركه، غلطنا في حاجه اللي هي. خلينا نعمل تاني الفا مات بالشكل ده. بعد كده نبدا نربط اللاير نفسها بالنال اوبجكت عشان يتحرك معاها. تمام، خلينا نشوف عندك حق اهو. تعبت من الدوران حق ما كنت بالعقار. جامد جدا يا صديقي. عندك حق تعبت من الدوران حق ما كنت بالعقار. بكل بساطة يا صديقي، هو ده يعني كل ما يخص تحريك الموبايل 3 دي في الافتر افكت. من ان احنا نعمل موبايل 3 دي، من ان احنا نعمل ازاي نحط شاشة او حاجة جوه الموبايل، الكلام ده كله. طبعا الكلام ينطبق على اي فيديو وعلى اي صورة في الدنيا. طبعا السكريبت اللي هو بيساعدنا في الشغل ده، انا هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الشرح اللي الاستاذ الكبير سوني ديزاينر شرحه في فيديو مستقل بذاته. وهتلاقي برضو في الفيديو اللي هو شرحه رابط التحميل بتاع السكريبت ده. فاتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم ويكون عجبكم. شكرا جدا ليك يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.